يا صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين على احلى مشاهدين ومتابعين في الدنيا. ازيكم يا غاليين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايب قلبي. ربنا يدومكم في حياتي، اللهم امين يا رب العالمين. النهارده حبيبه قلبي هوريكم اجواء صلاه العيد عندنا في ارياف المنصوره. كل سنه وانتم طيبين، كل عيد وانتم بصحه وسعاده يا رب، ونعاد عليكم الايام بخير، اللهم امين يا رب العالمين. يا رب ايدك تمس الكعبة يا رب، يا اللي تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد من قناة يا حبايب قلبي. ربنا يكبر بخاطركم يا رب زي ما هتكبروا بخاطري، وتعملي لي اللايك والتعليق الجميل اللي يخليني اتشجع ان انا اعمل لكم حبايب قلبي فيديوهات، ويديني تحفيز كده ونشاط وما تخلينيش اكسل على الفيديوهات. كلمة طيبة صدقة يا حبايب قلبي، واعملوا لي احلى تعليق بما يرضي الله وخلاص. ماشي يا حبايب قلبي. النهارده حبايب قلبي اول يوم العيد. العيد دي فرحه يا ولاد. العيد كل حاجه حلوه بتبقى في العيد والله، وبتحس كده بانشراح كده قلبك كده وفرحانه. يا رب يفرح الناس كلها يا رب، يا رب يكون كل بيت يكون جاب كل حاجته، مفيش حد يبقى ناقص له اي حاجه يا رب. قمت بقى يا حبايب قلبي من بعد الفجر انا وعيالي وجوزي، لبسنا ورحنا صلينا. كان احلى صلاه عيد. بص انا عندي العيد هو الصلاه. بعد العيد بعد ما الصلاة يخلص العيد خلص خلاص. هي ديت الوقت اللي بحس فيه العيد فعلا يا جماعة حبيب قلبي. ورجعت بقى حبيب قلبي هنفطر بقى. قبل ما ننام كناش نمنا طبعا. قبل ما ننام عيالي قالوا جعانين، قلت لهم حاضر. جبت بقى طلعت لهم القرص كنت حطاها في الفريزر، كانت عاملاه وبيعتها لي. انا ما عملتش قرص السنه دي، انا عملت كحك وبسكوت معاكم، لكن ما عملتش قرص. ودي يا حبيب قلبي الترمس اللي انا عامله امبارح ساعه ما كنت بشطب اللهم صل على النبي، ما كنت بشطب البيت. نقحته من امبارح العصر لحد النهارده الصبح. وقلت اسلقه النهارده، كنت انا ناسيه اصلا بصراحه. هنحطه كده بقى على النار، ياخد غلوه ونطفي عليه. تمام يا حبايب قلبي. والقرص كانت متلجه، حطيتها تحت الشوايه عشان خاطر تدفى وتطرى معايا. ماشي يا غاليين. ماشي يا حبايب قلبي. وعلقت كمان على الشاي عشان نعمله. طب ما بتعملي الشاي واللبن؟ لا، اقول لك 100 مره ان احنا ما بنحبناش اللبن. ماشي يا حبايب قلبي. ودي بقى دي الاسدال، بوريكم الاسدال بتاعي. هو ده اللي انا جبته. الاسدال ده جايباه اللهم صل على النبي ب 300 جنيه. هو اسدال قطيفه كده يا دوبك صلت فيه. وجبت شبشب بلاستيك كده، رحت صلت فيه. هو ده اللي نبني من حاجه العيد. اهم حاجه اللي انا جبت لعيالي واتبسطوا الحمد لله وربنا كرمهم، وجبت لهم كل حاجه حلوه. ماشي يا حبايب قلبي. جيت بقى عملنا زي ما انتوا شايفين غلات هغلي الترمس واللهم صل على النبي والحمص، وهنعمل شويه الشاي. شويه الشاي دولت بقى حاجه كده بقى زي حاجه عشان نعرف ننام، حاجه خفيفه كده، شويه شاي خفاف كده. وعشان العيال يعرفوا يبلعوا بقى القرصتين. وبعد ما بعد ما سخنت القرص ما شاء الله. شفت يا ولاد لوبيا؟ تسلم ايدك يا ام وتعيشي وتديني يا رب. انا بعملها بس ما كانش عندي وقت بصراحه اللي انا اعملها. انا بعملها جميله برضو، بتعلم امي طبعا. زي ما امي بتعملها حلوه انا بعملها حلو. ماشي يا غاليين. كنت بقى قعدت بقى صبت الشاي وقعدنا وفطرنا والحمد لله. وانا كده بقى سايبه بقى الترمس والحمص على النار. اول ما اشرب الشاي يكون خد الغلوه بتاعه، علشان بصراحه ربنا كنت ساعتها مقتوله. كنت عايزه انام باي طريقه. احنا ما كناش نمنا، يعتبر ما نمناش ساعه. والله ما نمت ساعه. واليوم ده كنا مقضيين نوم لحد ايام مسامة لحد الساعه 3 كده. اه والله. بعد بقى ما فطرنا بقولك طلعنا نمنا ولما صلى على النبي، وخدت سلقت الحمص لحد ما يستوي. الحمص مش غلوة واحدة يا جماعة، الحمص لحد ما يستوي معاك، لحد زي ما انت بتحبيه. نشيل بقى الريم اللي على وشه كده، عشان الريم دوت بتبقى الغازات بتاعته. عشان ما ينفخكش يا حبيب قلبي، لازم ان الريم دوت يتشال زي ما انتوا شايفين. دي يا حبيب قلبي ترمس مش مر معسل. لو مر بيتعمل قبل العيد بتلات اربع ايام وخمس ايام اسبوع كمان. قبل العيد باسبوع تقوم عاملاه نقعاه برضك، وتقوم الصبحيه تقوم واخداه الغلوه، وكل بقى شويه غير الميه. دي المر. لكن المعسل زي اللي بتاعي دوت انا نقحته من امبارح العصر لحد الصبح. ممكن تنقعيه من الصبح بالليل، بس انا جيت على بالليل ما قدرتش اعمل اي حاجه. قلت الصبح ابقى اخد الغلوه بتاعته وخلاص. خدت الغلوه واحده بس للترمس ولا مثلا، وسبت الحمص يكمل سواه. وبعد كده تحط شوية الملح وتاكلي. هو ده السريع. احنا مسميينه الترمس السريع. لكن المر بصراحة بياخد وقت.
ودي اللي بقى الحمص مسكته برضو غسلته، يعني شطفته، يعني بردته، قمت مقلبه كله على بعضه، ونحط شويه الملح بس، ونسيبهم على جنب. وجرجري منه، عايزه تاكلي منهم في ساعتها كده كلي خالص. انا حطيت الملح اهوت، الملح ده بقى حسب ما بتحبيه، انا بحبه مظبوط، حطيت له معلقتين ملح. لو بتحبيه دلع قللي الملح، فاهمين ازاي؟ لو بتحبيه حادق تكتر الملح، مش صعبه خالص. نزلت بقى، الله يبارك لها، امي كانت بايته عندي، يا رب يخليها لي يا رب ويبارك لي فيه. كانت جبال القرص بالليل وجت نامت عندي، والصبح شافتني بقى مقتوله، كنت انا مطلعه الدكر البط بره بعد ما عملت الترمس والكلام ده. قلت عقبال ما انزل يكون فك. نزلت لقيتها معلقه له على الكوبيبه. الكوبيبه دي حباب قلبي انا كنت عاملاها قبل كده معاكم في اول رمضان، اول صينيه بتاعت رمضان. كنت لو عايز الطريقه موجوده عندكم على القناه، ماشي يا حباب قلبي. والقلقاس برضك عملته معاكم قبل كده برضك. اللهم صل على النبي. يعني نزلت لقيت امي مجهزه الاكل، عشان كده ما عرفتش اصور لكم حاجه. ماشي يا غاليين، ربنا يخليكي يا امي يا رب. ادعوا لامي يا رب، ربنا يخليها له ويبارك لي فيها ويخلي لكم امهاتكم يا رب، ويرحم كل ام ميته، كل يعني واحده امها ميته، يا رب يرحمهم جميعا ويرحم ابوي. اللهم امين يا رب العالمين. والدكر بط برضك قالت لي انا سويته الساعه 6 الصبح، امي علقت عليه نزل الساعه 8:30. يا رب يخليكي يا امي يا رب. ماشي يا حبايب قلبي. ودي بقى شكل الغدا بتاعنا. بس انا امي اللي، اللهم صل على النبي، الخضره بتبقى فاتحه بتاع امي شويه، بتاعتي بتبقى غامقه عن كده. ماشي، بسبكها سنة عندي كمان بحبها غامقة عن كده. بس تشكر كتر خير امي شافتني غلبة فعلا، ما يشيلش همك الا امك. ساعة ما شافتني تعبانة كده نزلت لقيتها معلقة على الأكل، بس أنا كنت مجهزاه، عاملة الكوبيبة وعاملة مجهزة الكوبيبة ومخزنة القلقاس ومخزنة الخضرة، يعني يا دوبك علقت بس. جينا بقى بعد ما اتغدينا بقى بألف هنا كده، كنا ننزل البلد عندنا. دي بلد دي اسمها متغمر. البلد اللي أنا قاعدة فيها اسمها دقدوس. تمام، ما بيننا وما بينها شريط قطر بس. المهم عدينا هنا، نزلنا متغمر لقيناها موت. شفت عامله ازاي موت، ولا على الاكل، ولا على الكشر شوف الكشر المصري عاملين عليه ازاي موت اكبر، والله العظيم. ولا الملاهي معرفناش نخشها. قلنا بقى اللي هنا متغمر زحمه، تعالى نطلع على الأجا ديت قبل المنصورة يا حبايب قلبي. واحنا في الرياف المنصورة احنا قبل أجا. قلنا نطلع على أجا، في واحد هناك اسمه الفخراني، يعني عامل حتة كبيرة كده، عامل فيها اكل وشرب وحلويات وملاهي والكلام ده. قلت له اطلع بينا على على الفخراني. هو بس يا ماما، هو اللي هينقذنا في الوقت ده. عيال عايزه تتفسح، وانا ما بحبش اخرج في العيد اصلا، والله العظيم انا ما بحبش اخرج في العيد، وضد ان اي بنت تخرج في العيد بسبب الشباب واللي بيعملوه. المهم حباب قلبي، رحنا بقى رحنا اجي رحنا اجا بقى يا ولاد، يا نار ابيض يا ولاد، مت على نفسي من الضحك. نزلنا بقى اجا كده، دول ما شاء الله بناتي البنتين الكبار دولت وجوزي والعيلات، لبستهم لبس العيد بتاعهم وهم خارجين. رحنا لقيناها موت اكبر. متغمر كانت ارحم من الفخراني. شفتوا ما شاء الله كانت عامله ازاي موت. ما دخلناش، ما رحنا الفسحه باظت. احنا اصلا انا ما بحبش اخرج في العيد والله، بس عيال اللي صممهم قلت لهم تعالوا اوريكم، تعالوا شوفوا الزحمه. هم بقى ذات نفسهم بيقولوا لنا يلا يا ماما نروح. وروحنا زي خيبتها، ولا اتفسحوا ولا اتعملوا اي حاجه. يلا يا حبايب قلبي، كل سنه وانتم طيبين، واشوف وشكم على الف خير.